مساء الحلويات والطاقة الإيجابية والطاقة. بصوا، يعني مش عارفة أقول لكم إيه. طبعا انتوا شايفين معايا المنظر كده. قبل أي حاجة، ازيكم؟ عاملين إيه؟ رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير من آخر فيديو نزلته معاكم. بصي بقى يا ست الكل، انت طبعا شفتي معايا الفراخ اللي أنا كنت جايباها، اللي هي كتاكيت، وحطاها هنا ومحضراها بالمنظر ده. طبعا انتوا كنتوا شايفين معايا المنظر عامل ازاي، والفراخ ما شاء الله كبرت. المفروض ما كنتش قعدتها الفترة دي كده كلها، بس حصل عندي ظروف. ظروف ما، يعني عقبال ما ظبطت المكان بتاعهم، ويعني قفلت الدنيا كويس قوي عشان ما يخش لهاش اي حاجه، حاجه تاكلهم بتاع. عشان انتوا عارفين ان احنا حاطينهم فوق السطح. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده المطبخ عامل ازاي، انا سايباه مكركب. انا مش قصدي ان انا يعني ان انا بكركبه، لا، انا بنضفه كده اول باول على طول. بس هنا انا كنت شايله التربو وموسعه زي قلب بوتاجاز عشان هم كبروا. الاول ما كنتش عامله كده، فطبعا لازم انا اوسع لهم علشان ما يبرموش على بعض او ما يكبروش. يعني المكان ده وهم كتاكيت. بعد كده وسعت لهم، طلعت التربو بره، حطيته قدام التلاجة. انتوا عارفين ان التلاجة بتاعتي بايظه لسه، الصيانه ما جاتش صلحتها. ورحت جايه بقى ماسكالك المطبخ، خليتهولك فله. زي ما انتوا شايفين بقى المطبخ كان الاول معايا ازاي وعامل ازاي، والفراخ هنا كانت عامله ازاي. يعني بصوا، انتوا هتشوفوا بقى الاحداث كلها عامله النهارده ازاي معايا. عايزه اقول لكم ان الفيديو ده، يعني التنظيفه دي اخدت معايا بالظبط ساعه. هي هتظهر في الفيديو عندكم ان هي بسيطه، بس اخدت معايا بالظبط ساعه. ان انا شلت المكان ده كله. زي ما انتم شايفين كنت حاطه نشاره وحاطه الفراخ، طلعت الفراخ فوق. واما طلعت الفراخ فوق بقى، بدأت اول حاجة ان انا انضف مكان الفراخ عشان ازق البوتاجاز، واغسل وراه، واغسل الحيطة بالكلور، واعقم الدنيا. وكأن مفيش اي حاجة خالص كنت حاطاها. انا كنت مستنية اللحظة دي. كان نفسي بجد ان انا اظبط المكان بتاعهم فوق واطلع الفراخ بتاعتي وان يعني انا بقالي كتير قوي ما ربيتش. انا بقالي سنتين ما ربيتش فراخ ولا ربيت اي حاجه. انا بشتري على طول فراخي من بره. ما بتبقاش حلوه كطعم. بجيبها من عند حد مضمون، بس مش بتبقى بيتي، بتبقى طبعا يعني تربيه مزارع فيها حقن او فيها آه، يعني الحاجات اللي هي بتحطيها زيادة الوزن، واللي هي العلاجات والحاجات دي. لما تربي حاجة في البيت تربية نظيفة، هي مش فراخ بيتي، هي فراخ بيضة وبيتي، بس هتلاقيها عاملة زي البلدي. هتلاقيكي نفسك بتاكلي فراخ مسكرة، اللحم بتاعها كده مسكر. مهما كبرت. يعني في ناس بتقولك لا، الفراخ لما بتكبر زيادة عن اللزوم بتعدي 3 كيلو بتبقى لحمها متفل. لا، الفراخ البيتي بالأخص لو جبتيها وكبرتيها ووصلتي وزنها ل4 كيلو، بتوصل ل4 كيلو. هتقولي لا مفيش بتوصل، لا بتوصل ل4 كيلو. لو سبتيها دخلت في ال60 يوم أو 55 يوم هتديكي أوزان من 3.5 ل4 كيلو. وعايزة أقولك على حاجة، إن التحويل بتاع الفراخ بيبدأ معاكي من إيه أو من إمتى؟ بيبدأ معاك من بعد ال20 يوم. تبدأ الفراخ بتاعتك بتبقى توصل لوزن مثلا كيلو، يعني 900 جرام كده. من بعد الكيلو طبعا انت بتكوني حولتي ازاي، حولتي الاكل بتاعهم اللي هو الصغنن البادي، اللي حولتيه لخشن، اللي هو الوسط، مش الخشن قوي. لا، في خشن وفي وسط وفي ناعم. الناعم ده لما بيبقى اللي هم لسه كتاكيت، كل كتكوت بياكل كيلو. يعني كل كتكوت ياكل كيلو. بعد كده تحولي، قبل ما بتحولي بتحطي معلقة خل في المية بتاعتك قبلها بيوم. ليه؟ ده مضاد سموم. مضاد سموم ده بتروحي تجيبيه من عند البيطري او الدكتور بتاع الفراخ، مثلا بيديكي علاج. بتجيبيه بقى ب20 ب30 واسمه علاج. لا، احنا عندنا حاجات طبيعية من البيت، وصفات طبيعية طبعا. ده خل، آه مش علاج ولا حاجة. هتحطي معلقة واحدة على السقاية، على رتل مية من السقاية كده، خلاص. يعني فراخك بقت زي الفل. حطي بقى العلف التاني، العلف الجديد. تمام، حطينا العلف الجديد. من بعد ال20 يوم بتبدأ الفراخ تتحول امتى؟ لحد 40 يوم، يعني 20 يوم كمان تلاقي فراخك ما شاء الله دخلت في ال2 كيلو تذبحي منها. عايزة تذبحيهم كلهم تذبحيهم، عايزة تسيبيها بتسيبيهم. احسن حاجة ان انت تسيبيهم من بعد ال40 يوم. اي نعم هيكونوا كالو وكده، بس ما تقوليش لا. يعني سيبيهم، هيدوكي اوزان. بدل ما تذبحي الفرخة 2 هتذبحيها 3. في 10 ايام هتلاقي زادت كيلو معاكي. الكيلو ده هيفرق في نص الفرخة. لو بتبيعيها، بدل ما تبيعي فرخة 2 كيلو، لا هتبيعي فرخة 3 كيلو. لو مثلا الكيلو ب80، هتبيعي الفرخة ب160، لا هتبيعها ب240. الاتنين ب500.
هتفرق معاكي. يعني انت فهمتي لو فاتحه مشروع او حاجه كده، انت كل ما تسيبي الفراخ بتاعتك كل ما هتتحول تحول اكتر. يعني انت طالما مش مستعجله عليهم سيبيهم براحتهم، قللي منهم وسيبي مثلا 4 5، هتلاقيهم بسم الله ما شاء الله الفرخه فرخه بقت، مش فرخه بقت ديك رومي. بصوا بقى زي ما انتم شايفين، طبعا شايفين انا عملت ايه. نضفت وحطيت ميه سخنه وحطيت في قلبها كلور وعقمت، ورحت جايه كبه كده مكان ما الفراخ كانت موجوده وسبتها نزلت على الارض، ورحت جايه ماسكه الشرشوبه بتاعتي. الشرشوبه دي جباره، في ناس بتقول لا مش حلوه، بتبهدل الدنيا وما بتنضفش وبتروح وبتيجي. لا، بتروح وبتيجي وبتبهدل الدنيا لما بتمسحي كده وخلاص اي حاجه وبتزقي. احنا قبل ما بنمسح بنكنس مره واتنين وبنتاكد ان مفيش حاجه على الارض. دي حاجه تانية، انت بتمسحي بحرفنه، مش اللي انت بتزقي اي حاجه. يعني جا قدامك اي حبه مثلا اي حاجه، آه، يعني اي حاجه معموله من الارض، رملايه ترابايه اي حاجه، فانت مش هتزقيها يمين وشمال، لا انت هتشديها خالص وتحطيها تاني، تغسليها في قلب الشرشوبه بتاعتها او في قلب الجردل بتاعته بتاعه الشرشوبه، وتنضفي الجردل وترجعي. انا بصراحه بحبها جدا، بحبها وبتسهل عليا جدا. في اماكن اللي هي الكورنر الصغير ده اللي هو متزاوي، ما بقدرش مثلا ان انا اعرف اتحكم فيه، فبحطها كده وبوقفها فبتتشد معايا. يعني اي حاجة او اي تراب الدنيا بتشد معايا، بتظبط معايا الدنيا. عايزة اقول لكم حاجة تانية، السيراميك ساعات في حتت طويلة او حتت عالية انا مش بطولها، بعيدة عني، لازم أنا اجيب سلم واطلع وكلام من ده، لا مش بعمل كده. بروح جاية حبة كلور وحبة مية في قلب الشرشوبة واغسلها كويس قوي قوي، واروح جاية عاملة عصراها مندياها، سايبه فيها بس يعني شويه ميه صغيرين، وراح جايه مسحلك بقى السيراميك. واوعى، بتشمي ريحه الكلور والنظافه يعني التعقيم حاجه تانية. يعني انت بتمسحي مسحه عاديه بس هي بتفرق معاكي. بتفرق معاكي في ايه؟ بتعقمي بيها، ما بيبقاش فيه دبانه، ما بيبقاش فيه حشره، ما بيبقاش فيه اي حاجه، وانت بتسيبيها الارض كده. انا على طول كل شويه اغير الميه، يعني ممكن لو انا بعمل المطبخ اغير الميه مرتين تلاتة، بعمل مثلا الصلاة عندي بغير الميه مرتين تلاتة. اخر مره بقى بحط فيها معطر، بحط فيها اي حاجه انا عايزه احطها. مره مثلا بسيق بكلور عشان لو في نملايه في حاجه، مرة تانية بسيق بمعطر. ممكن اسيق بكلور اسيبه ينشف وبعد كده اسيق بحبة معطر يعطر لي الجو كده وينعنش لي الدنيا. بصوا بقى زي ما انتم شايفين، انا كنت حاطه الباسكت بتاع الزباله في قلب المطبخ، اللي هي القطعه الفاضيه اللي انتوا عارفينها دي اللي انا بحط فيها المنظفات. كنت حاطاه كده، طبعا بقى طلعت الباسكت انا حاطاه نضيف، يعني مش حاطه فيه حاجه ولا كده. وهنا بقى مسكت لك البوتاجاز. البوتاجاز كان نضيف بس كنا عاملين عليه فطار، ومكان العيش بقى والردة وكده فكان واقع عليه. رحت جايه ماسكاه برضو ومسحاه كده بحب. حطيت الاول عليه مزيل دهون، مزيل دهون، رشيتها كده لو في اي حاجه، في حاجه مكان قهوه مثلا مكبوب منها حاجه، كوبايه لبن مثلا مكبوب منها حاجه، بتنضف وبتخلي البوتاجاز يبرق. رحت جايه ماسكلك بقى حته السلكه كده ودعكاه كده كويس، دعكه سريعه كده، ومسكت برضو الحوامل بتاعه البوتاجاز كده دعكتها وهي على البوتاجاز، ورحت جايه شطفاها هنا كده شطفه بس لان هي مش محتاجه، عشان على طول انا ايدي فيه. سبتها بقى هنا كده تتصفى، ورحت جايه رايحه مسحاه. مسحته، مسحت الفرن بره، الازاز بتاع الفرن. وطبعا هنا بقى كنت خلاص خلصت وغسلت الرخام كمان بكلور وميه، وبقيت اكب كده كلور وميه وعلى الحيطه وعلى الشباك اللي هو بتاع المطبخ عندي. المهم مش هاخدكم في دوكا بقى، ظبطت الدنيا وخليتها نظافه يعني وتعقيم عالي جدا جدا جدا. طبعا انا ظبطت بقى المكان بتاع الفراخ يا بنات، وعملت العش بتاعتي الحمد لله. هنشوف بقى هنربي فيها ايه مع بعض، وهنشوف فراخنا وصلت لحد ايه، واما اجي اذبح منها هقول لكم وصلت قد ايه وزن معايا ان شاء الله. للي عايز يربي واللي عايز يبدأ ان هو يجيب يعني 5 10 يتعلم فيهم ويجرب فيهم، هيلاقي الموضوع يعني التربية سهلة سهلة جدا والله. يعني امشي بس على الاساسيات وعلى الخطوات. لو انت اول مرة تربي ما تخافيش، امشي واحدة واحدة على الاساسيات والخطوات، وانت هتلاقي نفسك نجحتي وحبيتي الموضوع. يعني لقيتي عندك خير في بيتك، حتى لو 5 فرخات هتلاقيهم يعني، ويعني 5 فرخات وكبر الواحدة وصلت ل2 3 كيلو، هتلاقي عندك خير مليان في الفريزر عندك. طبعا انتوا شفتوا الفيديو بتاعي اللي انا كنت منزلة فيه من 3 فرخات تعملي اكل الشهر كله. كنت عاملة منها بانيه وعاملة منها ناجتس، وعاملة كمان حاجات كتير، وكفتة رز، وعاملة صدور،
عاملة فراخ يعني عاملة بانيه وعاملة شاورما. عملت حاجات كتير قوي، يعني متنوعة، حاجات متنوعة من 3 فرخات قسمتهم تقسيم صح كفوا معايا الشهر. انتوا لو ما شفتوش الفيديو ده، لو حد ما شافوش، هو عندي على قناة اليوتيوب كاتبه عليه بتاع ازاي من 3 فرخات تقسمي وجبات الشهر كله. اكل متنوع، يعني كل يوم هتاكلي فراخ في الشهر. دي من 3 فرخات، ما بالك بقى من 5 فرخات؟ لو انت شاطرة وست بيت شاطرة وصحة وبتوفري وتدبري في الأوقات اللي هي الصعبة اللي زي كده، هتعرفي تعملي حاجة. يعني هتعرفي الفرخة دي هتقسميها ازاي، هتعملي ايه. بس يعني كده، فأتمنى يكون الفيديو بتاعي خفيف عليكم كده، وحبيت ان انا اشارككم يعني التفاصيل، وحبيت ان انا اشارككم يومي ان انا طلعت الحاجه بتاعتي. وقبل ما اطلعها وريتها لكم كده. بصوا انا ما سبتش اي حاجه بره على الرخامه غير لما غسلتها، حتى الازاز دي نضيفه غسلتها ومليتها وشلت كل حاجه من المطبخ. طبعا هتشوفوه معايا عامل ازاي، ده قبل وبعد. قبل وبعد اللي هو ايه، وهي الفراخ موجوده فيه، ولما طلعتها بقت عامله ازاي، ومطبخي بقى يعني رجع لطبيعته زي الاول، ما فيهوش اي حاجه. بصي انا هقولك على حاجه، آمم، يعني ايدك على طول في قلب الحاجة مش هتلاقي يعني الدنيا مكركبة عليكي. يعني شفت المطبخ كان عامل ازاي، ومع ذلك والفراخ بتاعتي كانت محطوطة، بس برضه على طول كنت سايباه رايق، مفيش مواعين في الحوض. اول باول بغسل على طول اي حاجة. انتوا لو خدتوا بالكم معايا انتوا مش هتلاقوا حاجة في الحوض، او مش هتلاقوا مواعين او حاجة. يعني انا مثلا مسكت الحامل بتاع الحاجات اللي انا بحطها عليها بتاع الشوك والسكاكين والحاجات دي، غسلته. ما كانش طبعا يعني ده في الحسبان، او ما كانش في المواعين، حطيته في قلب البتاع الاحمر ده، الطبق الاحمر ده. مسكت البراد غسلته، ليه؟ لان ما كانش عندي مواعين متكركبه فوق دماغي. اي حاجه لقيت معلقتين كوبايتين بتاع كده، مسكت بقى حوالين اسمهم ايه دول، الحنفيات، دعكتهم بقى زي ما انتم شايفين كده، ورحت جايه دعكه الحله. وعايزه اقول لكم ان انا بعد ما كنت تعبانه ومش قادره اعمل الروتين ده، اتشجعت جدا، اتشجعت لما الفراخ بتاعتي طلعت فوق. قلت لا، بدل ما انا يعني اروق وانضف كده مع نفسي، لا عشان احط الحامل واتشجع معاكم واشجعكم. لو حد عايز يربي طبعا اوريكم من الاول ان انا جايباهم وحضنتهم في المكان ده وفي المطبخ هنا عندي. فطبعا لما اجي انقلهم اكيد لازم ان انا اوريكم ان انا نقلتهم. ما ينفعش ان انا اطلع لكم بفيديو تاني اقول لكم انا الفراخ بتاعتي طلعتها، لا مش هيبقى فيه مصداقية، لازم انت تمشوا معايا خطوة خطوة. فجيت بقى هنا خلصت ورحت جايه غاسله الرخامه كويس قوي ومسحتها ونضفتها وعقمتها. طبعا اهم حاجه التعقيم ده بعد يعني. عايزه اقول لكم ان انا مليت المطبخ كلور، يعني كلور خام، اداني ريحه تعقيم عاليه جدا. كان في عندي كام دبانه، طبعا الدبانات ماتوا. انا بقول الدبابين يا بنات، يعني انا النهارده صاحيه بقول مش عارفه ايه الدبابين اللي انا قاعده فيها دي. فالمهم بقى زي ما انتم شايفين كده ظبطت الدنيا ومسحت. عايزه اقول لكم ان انا ما كنتش عارفه او في نيتي ان انا اعمل روتين زي ما قلت لكم. لما جيت دخلت اروق او قلت خلاص بقى ان انا اشيل الفراخ، قلت لا. رحت جايه لابسه العبايه دي. العبايه دي ما كانتش تنفع طبعا في الروتين ده خالص، عشان الكلور وعشان ان هي طويله، وكل شويه ان انا يعني بحاول ارفعها عشان حرام ما تبص، يعني لو جه عليها كلور فهي كده خلاص باظت، فحرام. فانا طبعا رحت جايه ما جاش في دماغي ان انا هلبسها خالص. بقيت ايه، مشيت نفسي يعني مشيت اليوم، زقوا اليوم معايا انتوا كمان. المهم بقى ظبطت المكان هنا وخليته فل، رجعت كل حاجه مكانها زي ما انتم شايفين. ادعوا بقى ان شاء الله ان التلاجة دي تتصلح، لان شركه سامسونج دي لو ما صلحتهاش هتبقى بجد 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 شركه زباله. وهقول لكم مسجله لهم فيديو صغير لكلامهم معايا وطريقتهم معايا، وان هما ما كانوش عايزين يصلحوها وبيقولوا لي ملهاش تصليح. وانا جبت حد من بره وقال لي هتتصلح، هتصرف مبلغ من 7 ل 8 تلاف.
يعني ما بالكم ان ده واحد فني من بره وبيقول كده؟ امال الشركة يعني ازاي ان هو بيقول هتتصلح الشركة بتقول مش هتتصلح؟ فدي حاجة لوحدها يعني وحشة وحشة في حق شركة سامسونج وزفت. الله المستعان. انا طبعا هتواصل معاهم تاني لما انا قلت لهم وزعقت معاهم قلت لهم هفضحكم على اليوتيوب وهنزل يعني فيديو عنكم وهتسجيل دوت انا مسجله المكالمه بتاعتكم ان انتوا بتقولوا مش هتتصلح ويعني ايه، وراح اشتري واحده تانية. يعني ايه تلاجة بحاجه و30 الف مش هتتصلح هرميها؟ وانا محدش جه اصلا يعني جنبها في اي حاجه ولا حصل فيها عطل وجبت حد من بره ولا اي حاجه من الكلام ده. فازاي ان انا اتصل بالشركه بتاعتها المحترمه الشركه العالميه وحد مندوب يجي لي يقول لي هتتصلح وهنتواصل معاكي ويرجعوا يقولوا لي لا ده هي غير قابله للصيانه؟ يعني ايه؟ طب فيها ايه؟ مش عارفين. المهم هتواصل معاهم تاني. التلاجة بتاعتي بايظه بقالها ازيد من شهر او شهر ونص. انا مشكلتي خالص مش في المبلغ، الله المستعان. يعني حاجتي باظت ودنيتي باظت وكل حاجة، وهدفع يجي 7 8 تلاف. ده من كلام الراجل اللي بره، يعني ممكن توصل على 10 تلاف من الشركة بس تتصلح. يعني انا مضحية لحد 10 تلاف بس تتصلح، مش هروح ارميها واجيب واحدة تانية. هما كانوا بيقولوا لي ان احنا هنتساهل معاك تاخدي واحدة تانية ننزلك في حقها شوية. طب وبالنسبة للتلاجة اللي عندي دي اروح ارميها؟ فادعولي بقى ان شاء الله ان ربنا يكرم كده وتتصلح وهفرحكم. وادي الفيديو بتاعي خلص. السلام عليكم، اشوفكم في فيديو جديد.